أهلا بيكم في حملتنا حملة وعي طبي. استكمالا لرحلة الوعي معانا للمرة التانية دكتور أشرف حوزة، استشاري أول جراحة عامة وجراحة أوعية. وزي ما قلت لكم إن التخصص ده مليان حاجات، ودكتور أشرف دايما معاه حاجات كتيرة قوي لينا ومشاكل كتير ونصايح كتير. أهلا بحضرتك يا دكتور مرة تانية. اهلا بيك يا انجي، انا مبسوط خالص ان انا موجود معاكي المره الثانيه. اتمنى ان احنا نكون قدمنا حاجه كويسه المره اللي فاتت، واتمنى المره دي يكون برضو حاجه كويسه فيها معلومات تكون سهله وبسيطه وتكون مفيده للناس. ميرسي لحضرتك يا دكتور. طيب تحب بقى المرة دي برضو نختار موضوع يكون مهم قوي بيمس برضو طبقة كبيرة وناس كتير، ونتكلم عنه بصورة مبسطة. تحب نتكلم عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن موضوع للاسف هو تقيل شويه، بيخض الناس شويه. هو موضوع لازم نتعامل معاه بكل حرص، نتعامل معاه بسرعه، ما ينفعش نتساهل في علاجه. هو موضوع ال DVT اللي هو Deep Venous Thrombosis، جلطة في الأوردة العميقة للصقيع. طيب هو يا دكتور موضوعنا عن الدي في تي ده هيكون موضوع مهم جدا لكن احنا عايزين نبسطه ونفهمه للناس هو معناه ايه او شرحه ايه بطريقة مبسطة. ال DVT ده ثرومبس، جلطة، حتة دم متجلطة نشفت، قفلت الأوعية الدموية، الأوردة اللي موجودة في الساق، الأوردة العميقة، فمنعت سريان الدم في الوريد ووقفت مجرى الوريد. طيب هل في اسباب ميجور او اسباب كبيرة بتؤثر ان احنا يحصل ده اسرع او اكتر او لحد معين عن حد معين؟ الأسباب بتاعة ال DVT كتير، بس إحنا بنقسمها لثلاث أجزاء. جزء ليه علاقة بجدار الأوعية الدموية نفسه، إن جدار الأوعية الدموية ده لو مش سليم ده هيساعد على حدوث ال DVT. طيب ده بيحصل إزاي أو بيحصل إمتى؟ بيحصل مع التروما، مع الخبطة، حوادث. الحوادث. بيحصل مع البيد ريكمبنسي، يعني العيان اللي قاعد فترة طويلة في السرير. بيحصل مع الانفلاميشن لو في التهاب في جدار الأوعية الدموية. دي من الأسباب اللي بتأثر على جدار الأوعية الدموية وبتسهل حدوث الجلطة. تمام. في من الأسباب الثانية أسباب ليها علاقة بالبلود فلو، بسريان الدم جوه الأوعية الدموية. دي ممكن تبقى امراض تانية ادت الى ده. في حاجات تانية بتقلل لنا البلود فلو، بتساعد على حدوث الدي بي تي، زي العيان الهارت فيلير اللي عنده فشل في عضلة القلب، في مشكلة أو في البلاد فلو. العيان الشوكن اللي هو عنده صدمة، ده سريان الدم عنده قليل، فده بتساعد على حدوث ال DVT. الحاجة الثالثة حاجة ليها علاقة بالبلاد كومبوزيشن، يعني بتكوين الدم نفسه أو بمكون الدم نفسه، اللي هي أي عامل من العوامل هيزود لنا لزوجة الدم. أي عامل هيساعد على زيادة لزوجة الدم هيأثر. هيؤدي لحدوث ال DVT. زي ايه يا دكتور؟ طيب ايه اللي ممكن يزود؟ اللي يزود لزوجة الدم في حاجات كتير، زي الفيبر، الحرارة، الحرارة. زي الديهايدريشن، الجفاف لمدة طويلة طبعا يعني. لمدة طويلة، أو عند الناس الكريتيكال اللي ما تستحملش اللي انا الجفاف، خايفة عليهم اصلا. أو حاجات تانية زي اللي بتغير البلاد كومبوزيشن، زي الأو سي بي، الأورال كونتراسيبتيف بيلز، اللي هي حبوب منع الحمل. أو في بعض الأمراض زي البوليسايسيميا اللي هو زيادة كثافة الدم. بالظبط. ده كل دي عوامل بتغير البلاد كومبوزيشن وبتساعد على حدوث الجي دي تي. طب يا دكتور هل معنى كده ان السيدات اللي ماشيين على حبوب منع الحمل لازم يكونوا دايما متابعين نفسهم، ولو حصل اي الم او الرم معين ان هم يتجهوا بسرعه للدكتور، والحمل والولاده كمان؟ أكيد طبعا. من الريسك فاكتورز، من عوامل الخطر، من البريديسبوزنج فاكتور، العوامل المحفزة أو اللي بتساعد على حدوث الدي بي تي، حاجات كتير أوي. منها الأولد إيج، الإنسان اللي سنه كبير ده معرض أكتر. أثناء البريجنسي والدليفري، أثناء الحمل والوضع أو الولادة، السيدات في الحمل والولادة معرضين بنسبة أكبر، تصل إلى 70 مرة أكثر من الإنسان العادي
لحدوث الليبتي، او السيدات اللي ماشيين على الاو سي بي اللي هي راس مناعه الحمل معرضه اكتر لحدوث الليبتي. تمام. كمان الناس اللي عندهم ديهايدريشن، الجفاف، دي من العوامل اللي بتساعد على حدوث الجلطات العميقه الليبتي. طيب يا دكتور، هي ايه اعراضها او العلامات عشان الناس اللي عندها ريسك فاكتورز او الناس اللي احنا خايفين عليهم يبداوا يعرفوا ده على طول فيتوجهوا للدكتور على طول؟ الاعراض اللي بتظهر اعراض كتير، لكن في اعراض مشتركه تقريبا في معظم الحالات. مشهور قوي، العيان بتبقى بالنسبه له annoying، بتضايقه جدا، عشان كده ساعتها بيضطر يروح للدكتور. ايه هي؟ اول حاجه انه بيجي له بين جامد قوي، الم جامد قوي في الساق. بيلاقي الكاف ماسلز اللي هي العضلات الخلفيه اللي موجوده في الساق تبدا يحصل فيها تورم، إديمة. الرجل نفسها كلها بيحصل فيها إديمة وتورم. الرجل بيبقى فيها بين جامد مع الحركة، ألم جامد مع الحركة. الرجل نفسها بيبقى فيها hotness redness، بنلاقيها فيها إحمرار وفيها سخونية. كل دي عوامل تقريبا مشتركة عند كل الناس اللي بتعاني من الليبت. طيب هل ده بيكون زي في ممكن يحصل هنا ميس دايجنوز، ممكن تكون العلامات او الاعراض دي مشابهه لحاجات تانية فاحنا لازم نتوجه للدكتور ولازم يبقى في زي تيست معين او زي اشعه معينه؟ تشخيص الليبتي بيعتمد على فحص الدكتور، على الأشعة اللي الدكتور بيطلبها بتساعد في تشخيص المرض، زي الدوبلر ألترا ساوند أو الكالر دوبلكس سكاننج. دي من الأشعات المشهورة جدا اللي بنعملها على شرايط على الأوعية الدموية اللي موجودة في الساق، عشان نتأكد من وجود دي بي تي من عدمه. عشان نتاكد ونقيم الحاله. لكن مش معنى أي وجع بيحصل في الرجل إن ده دي بي تي. ليه؟ لأن الساق هي مش أوعية دموية بس. بالظبط. الساق دي عبارة عن جلد، عظام، عضلات، أوتار، أوعية دموية، أعصاب. فكل حاجة من الحاجات دي لو فيها إصابة معينة ممكن تعمل وجع في الرجل، وجع جامد، ممكن تعمل تورم في الرجل، ممكن تعمل عدم حركة سليمة. فمش معنى إن في ألم في الساق يبقى أنا عندي ديبيتي. هدفنا إن اللي عنده وجع في الساق يتوجه بسرعة للدكتور ويقيم الحالة، عشان الدكتور يقدر يكشف عليه ويقول انت مريض عندك ديبيتي او ما عندكش ديبيتي. وعشان كده الاعراض متداخله بين حاجه وحاجه، فمش عايزه الناس واحنا بنرفع الوعي يجي لهم وهم مش وعي. لا، فده السبب يعني. نبقى عارفين ان الديبيتي ده من الحاجات اللي لازم نتعامل كريتيكال معاها. وحرجه جدا. بالظبط، نتعامل معاها بسرعه، نتعامل معاها بحرص، نتعامل معاها من غير تساهل، لان ليها مضاعفات كتير وليها مضاعفات خطيره. انا لسه كنت اسال حضرتك، هو مصير الجلطه ده ايه اللي بيحصل؟ مصير الجلطه ممكن يحصل فيها حاجه اسمها لايسز، يعني الجلطه نفسها بتدوب من نفسها، وده بيحصل في حالات كتير ما فيش فيها مشكله. ممكن يحصل لها ريكاناليزيشن، يعني الجلطه تبدا من الناحيه دي من الناحيه دي تفتح. يبدا تفتح تاني، وسريان الدم يرجع تاني، ومجرى الدم يبقى سالك تاني. وده بيحصل فتره مش كبيره قوي بعد حدوث الجلطه. ممكن يحصل حاجه اسمها البروباجيشن، يعني الجلطه بتبدا صغيره وتكبر بعد كده، يعني حجمها يزيد. كانت بادئه بحجم صغير، بدات تزيد 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 في الحجم. او المشكله اللي بعد كده ان ممكن تحصل حاجه اسمها امبولايزيشن، يعني تتحرك، بتهاجم، بتتحرك من مكان. وهنا الخطر. ودي اخطر ما فيهم، لان ممكن تتحرك تروح في اي مكان، واخطرها طبعا انها تروح على الرئه، لانها دايما بتروح تبقى سلوجن في الشريان الرئوي، وهنا بتعمل لنا حاجه اسمها البلمونري امبوليزم، هي جلطه الشريان الرئوي. ودي اخطر حاجه في الدي بي تي.